السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ المشوية في الفرن. هنتكلم على كل تفصيلة فيها، هنتكلم على التتبيلة وازاي تبقى طرية ودايبة معانا، وازاي لحمة الصدر تبقى طرية وناعمة. أول حاجة يا حبايبي، الفرخة بتاخد كوباية زبادي. كوباية الزبادي كافية لعمل فرخة. هنحط التوابل: كمون وفلفل وكزبرة ناعمة وجنزبيل ومعلقة كبيرة كركم على كاري. هنقلب. هنجيب صلصة يا جماعة، صلصة برضو عاملينها في البيت اهيت. هنقلبها. معانا عصرة ليمونة كبيرة، نشيل البذر منها. الليمون حلو يا جماعة، بيطر الأنسجة معانا، بيخليها دايبة كده ويطر الأنسجة بتاعتها. هنشيل البذر اللي موجود برضو معانا. وهنجيب معانا يا جماعة معلقة كبيرة من بتاعة الأكل دي خل، معلقة واحدة كفاية، مع عصرة الليمونة. ده يا جماعة عصير شربات. هنحط معلقتين صغيرين، ما يعادل معلقة كبيرة من بتاعة الأكل. هنقلبها. الخطوة بتاعة اللي ما عندكش شربات من ده، حطي معلقة عسل نحل، حطي معلقة سكر. هنحط تاني يا جماعة معلقة صلصة عشان نعدل اللون بها. هنحط الملح يا جماعة عشان نحدق نظبط الحدق بتاعها، وربع كوباية زيت. كده التتبيلة يا حبايبي مكوناتها كاملة معانا كده، ومفيش أحلى من كده. التتبيلة ديت هتعملك فرخة مشوية جميلة بصراحة، جربوها. معانا دلوقتي يا جماعة جبنا الفرخة، كانت مغسولة غسيل جيد ومنقوعة، محطوط في محلول النقع سكر، وربع كوباية سكر وربع كوباية ملح وفلفل أسمر حصى وورقتين 3 لوري. طلعناها من محلول النقع، شطفناها شطف جيد. دلوقتي هنشيل الجلد كده، ما نقطعش من فوق الجلد يا جماعة. هنعمل فتحات في الصدر علشان يشرب من التتبيلة ويبقى دايب. الفرخة دي يا حبايبي بوزن 2 كيلو الا ربع، ممكن تعملها كيلو ونص، ممكن تعملها 2 كيلو، ما تزوديش عن 2 كيلو. هنعمل برضو فتحات في الورك. شيل الجلد كده عشان ما نقطعهوش. هنجيب مناديل يا جماعة وننشف المية اللي على الفرخة. الخطوة دي فايدتها ايه؟ انها بتسرع من عملية التتبيل، بتخلي الفرخة تتشرب التتبيلة اسرع. الوقت اللي تتبعوه يا جماعة في التتبيلة 2 3 ساعات، ويا ريت تكون ليلة كاملة، قبل منها بليلة كده بالليل تتبليها وتسيبيها على الشبكة بتاعة التلاجة. نشفنا يا حبايبي الفرخة جامد اهيت على اليمتين الاتنين. هنجيب صينية مناسبة لحجم الفرخة، نحط فيها معلقتين من التتبيلة اللي احنا عملناها. تتبيلة مفيش اروع من كده يا جماعة، ريحة ومظبوطة. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي يا جماعة. متنسونوش يا حبايبي بلايك واشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. هنجيب الفرخة هنقلبها على ظهرها كده ونحط فيها تتبيلة. هنشرب كل مكان في الفرخة للتتبيلة دي، مش هنسيب مكان ما يبقاش فيه تتبيلة. الخطوة دي مهمة ان احنا ندعك فيها شوية يا جماعة، ما نستعجلش يعني. هنشوف الفتحات اللي احنا عملناها في الصدر. بندخل بصابعنا التتبيلة في قلب اللحم، الفتحات اللي احنا قطعناها بالسكينة.
كل مكان فيه نشربه للتتبيلة. الصدر ده يا جماعة هيبقى دايب اكتر من الورك. بسم الله ما شاء الله. برضه هنحط في فتحات الورك. جربوها يا جماعة وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، وعايزة منكم كومنت حلو كده يشجعني. يا رب طريقتي دي تعجبكم وتجربوها. ما تسرعوش الفيديو يا جماعة، اتفرجوا على الفيديو. هنقلبها برضه اهو تاني، ندلك فيها كده على الوش والظهر كده. بسم الله ما شاء الله. كده هنعدل برضو بقى ايه الجلد اللي فوق كده. هنجيب بقى الكبدة والقناصة، كل حاجة فيها بنشربها تتبيلة برضو، والرقبة وكله. كده بنعدل كل حاجة فيها يا جماعة، بنشرب كل حاجة بالتتبيلة. مين بقى بيحب الفراخ المشوية؟ هي بتبقى طريقة جميلة ودايبة كده عن أي طريقة تانية. الفراخ المشوية طرق كتير يا جماعة هنعملها مع بعض بإذن الله. الفراخ يا جماعة 2 إلا ربع 2 كيلو ونص زي ما انت عايزة. حط التتبيلة كلها على الفرخة، على وش الفرخة اهي، ونعدل بقى الجلد بتاع الصدر كده. بسم الله ما شاء الله، مفيش احلى من كده. ريحتها جميلة يا جماعة التتبيلة دي. جربوها وانتوا هتشوفوا بنفسكم. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، متنسونيش بلايك واشتراك، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. كده يا جماعة حطينا الفرخة على الشبكة بتاع التلاجة ليلة كاملة. بتزيد كل ما بتحطها فترة كبيرة في التتبيلة بتزيد حلاوة. جينا يا حبايبي لمرحلة التسوية، دخلناها في الفرن. هنعدل لها الولعة فوق وتحت. هي كانت عالية اهي، هنبدأ نهديها نخليها وسط، ونخلي الولعة وسط تحت كده. يا حبايب قلبي بوريكم ان هي مراحل تسويتها كده بقت نص سوا معانا كده، 3/4 سوا. هناخد من الصوص اللي موجود في الصينية ونشرب وش الفرخة. الخطوة دي حلوة يا جماعة، بتطر كده الأنسجة بتاع الفرخة وتخليها حلوة برضو، تخليها بتلمعيها كده من الصوص وتشربها من الصوص، بتخليها تبقى دايبة أكتر. صلوا على النبي يا جماعة. أتمنى يا جماعة إن انتوا تجربوا الطريقة ديت، وبإذن الله هتعتمدوها وهتعجبكم. كده يا جماعة كده خلاص استوت معانا وطلعناها من الفرن. أتمنى إنها تعجبكم. وكده يا حبايب قلبي الشكل النهائي للفرخة بعد ما اتشوت. ودي التتبيلة اللي احنا كنا عاملينها بالصوص اللي نزل من الفرخة عليها. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونوش بلايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. واستنوني في فيديوهات جاية ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.